الفيلم ديالنا كيبدا في الهند في واحد الحديقة ديال الحيوانات. هاد الحديقة ديال واحد السيد السمية ديالو بيتر. كان عنده جوج ولاد، واحد فيهم غادي يسميه بيسينغ على السمية د واحد الحمام، وبيسينغ كتعني عندهم في الهند هي الحمام. ملي كيكون مع الأصدقاء ديالو كيبداو يضحكوا عليه على السمية ديالو اللي سماه باه. هنايا حنهار غادي ينوض للسبورة وغادي يقول لهم أنا سميتي بايو، ولا كيدير لهم بعض التمارين ولاو تاقوا فيه وعرفوه شخصية. وهنا الأم ديالو ولات كتوريه واحد صور ديال اليهودية، ولكن هو كان كيرتاح في الإسلام وكيصلي. واحد النهار مشى عند خوه قال له إلا نوكلو النمر اللي عندنا. مشى هما وخوه، ولكن خوه ديال باي شافوه هو يهرب. أما باي وخرج يدو من الشباك ولا كيعطيه الماكلة هو يجي ليه باه. قال له هاد الحيوان هذا ما خصكش تثق فيه أبدا، ما فيهش ثقة. وهي تجي مو قالت له غادي نربطو واحد المعزة وغادي تشوف اش غيدير لها. هو ياكلها من هنا باي قطع ياسو وتيقن باللي أنه ما خصوش يثق في هاد الحيوان أبدا. باي كبر ولا كيقرا الكتوبة وداتو مو عند واحد الراقصة في الهند. وهاد الراقصة اللي سميتها أنانديا عجباتو ولا كيتبعها حنارية غادي تحصلو تعرفوا على بعضياتهم. هنا كيتعشاو مع باها من اللي سميتو باتيل. قال لهم غادي نمشيو لفرنسا غادي نجوزو تما واحد الرحلة. وباي تلقى الصديقة ديالو وعدها وقال لها ما غاديش نتخلى عليك غادي نرجع لعندك. النهار التاني مشى لواحد البلاصة وبدا كيتأمل وهي تجي عند أمو بقات كدوي معاه. قالت له ولدي هادشي اللي كنديرو انا وباك غير لا قبلكم انت وخوك. وملي تعشاو بالليل قال با يلا نمشيو نعطيو الحيوانات ديالنا اللي عندنا في القفاز. وهنا بقى ناعس وغادي يسمع واحد الصوت ديال واحد العاصفة، هو يفيق بقى كيستمتع بديك العاصفة، هو يسمع واحد الإشارة من الباطو باللي غادي توقع واحد الكارثة. هنا غادي الباطو يفيض عليه الماء وغادي يتخنقو لداخل. وهنا قرر باي باش غادي يطلعوا للسطح ديال الباركو. في واحد اللحظة جاو رجال الإنقاذ كانوا معاهم وعطاوهم واحد السفينة باش يعتقوهم بيها. في واحد اللحظة هو يعطيك واحد الحمار وحشي وغادي يطيح الناس اللي كانوا فيها. ديك السفينة بقى فيها غير باي بحدو وهي تهرب به الموجة وداتو غير بحديتو، والأشخاص الآخرين كلهم ماتوا. باي ولا غادي على المواج بديك السفينة غير بحديتو. في واحد اللحظة راه داك النمر غادي يطلع للسفينة وبقى غادي كيدفعوه بواحد العصا. في واحد اللحظة حل الموجة غادي يطلع داك النمر للسفينة. باي غادي ينقص ديك الخلعة ويرى أسماك القرش تخلع منهم. وبقى كيغوت العائلة ديالو ولا كيطلب منهم السماحة حيتاش ما قدرش يعاونهم. هنا في واحد اللحظة باي غادي يطلع في ديك السفينة، في واحد اللحظة غادي تعمر له بالما ولا كيخوي. هنا غادي يخرج ليلو واحد الضباع اللي عليه الجوع بغا يعاض باي، ولكن باي نقد له واحد الخشبة كتخرجها من ديك السفينة اللي كان فيها. ويبان له واحد القرد راكب له واحد الشبكة ديال البنان ويعيط له جا لعندو، ولا كيعيط على شي واحد باش غادي يسمعو وينقذو. ولكن مع الأسف الحيوانات اللي كانت مع ديك السفينة غادي تاكل ديك الحمار الوحشي حيت جاها من الجوع. وبيب الخلعة كان غادي يطيح في البحر. في واحد اللحظة بقى كيقلب له الدواء باش يعطيه القرد، كان عيان بزاف. غادي يجبر غير واحد جيليات غادي يدير بهم واحد المركبة باش غادي يسبح بها في وسط البحر. في واحد اللحظة غادي يجي داك الضباع ويهجم على القرد، القرد ضرب واحد البنية قتلو. ولكن في واحد اللحظة غادي يخرج داك الأسد وغادي ياكل داك القرد. باي بالخلعة نقّص في داك البحر ومشى للمركبة ديالو يركب فيها. في اليوم التاني غادي يطلع يشوف غادي يلقى غير واحد الماكلة بقى كياكلها. هو يهجم عليه داك الأسد ما لحقوش، هو ينقّص للمركبة ديالو ولا جلس عليها وبقى كيبكي. بقى تما الليلة كاملة والأسد في ديك المركبة راكب فيها. في واحد اللحظة بقى كيجرب واحد القنبة، هو خايف من داك الأسد شما غادي ينقز عليه في وسط داك هنا باي دار واحد المخطط ديال واحد الصفارة باش غادي يصدع داك النمر باش غادي ينقز من السفينة. ولكن مع الأسف ملي بغا يطلع هجم عليه. غادي يعاود واحد المركبة ويدير واحد المخطط جديد ويتعلم يصيد راسو ويبخر الماء ويشربو. هنا في واحد اللحظة هاد الأسد جاه الجوع غادي ينقز في الماء. ملي باي شافو ما جي ليلو غادي ياكلو غادي يمشي كيجري لديك السفينة ويطلع ليلة. ملي يطلع للسفينة حيدلو ديك المركبة باش ما يطلعش. ولكن في واحد اللحظة بغا يقتلو بقى فيه غادي يجبد واحد الخشبة وغادي يعطيها له باش يطلع حيتاش بقى فيه.
واحد النهار غادي تصاد واحد السمكة كبيرة وغادي يعطيها لداك النمر اللي كان معاه في واحد اللحظة جمع ليهم الحوت في وسط ديك المركبة. با يبقى كيتشابك معاه باش غادي يديلو واحد الحوتة كبيرة في واحد اللحظة داهالو، وما بقاش كيخاف من داك الأسد أبدا ولا كيحوزو ما كيخافش منه. وهنا با شاف واحد السفينة وضرب واحد شعلة الإنقاذ باش غادي يراه، ومع سوء الحظ ما راه حتى واحد. وهنا في واحد اللحظة غادي تجي واحد العاصفة وغادي تعمر لهم ديك السفينة كلها بالما. هنا باي ولا كيطلب الله غير يفلت مع العاصفة. وفي الصباح ملي فاقوا لقاو راسهم مسخسخين بجوج من كترة الجوع، ملي غادي تلفتو غادي لقاو راسهم حتى واحد الجزيرة. باي غير نزل ولا كياكل في واحد الأغصان ديال واحد الشجرة كان فيه الجوع بزاف. بقى غادي هو يجبر بزاف ديال واحد الحيوانات سميتهم المركز. مشى ودخل في وسطهم غادي ينقز في واحد البحيرة وبدا كيعوم. وهنا غادي يتبعو الأسد ولا كياكل من داك المركز اللي كان تما. وهنا باغي غادي يعاود واحد المكان اللي غادي ينعس فيه، ملي غادي يشوف غادي يبانلو السمك في وسط واحد البركة ديال الماء ميت. ملي غادي يفتح واحد الورقة غادي يلقى فيها السن ديال البشر، وهو غادي يعيق باللي هنا الجزيرة باللي كتولي أكلة لحوم البشر. غادي يهز النمر ديالو اللي كان معاه والماء والماكلة وغادي يرحلو. كانت واحد الأيام مشى لواحد الشاطئ في المكسيك، من كترة العياط طاح على الرملة وغادي يشوف الأسد ماشي بحالو داخل واحد الغابة. ما شافش فيه ولا طال موراه وبقى فيه الحال. شافه واحد الأشخاص وجاو ينقذوه بقى كيبكي حيتاش النمر ما طالش فيه. هنا مشى لواحد المستشفى وجاو عند واحد جوج ديال الأشخاص كيتساولوا معاه حيتاش هو الشخص الوحيد اللي فلت من داك الباطو اللي كان غرق في داك وسط البحر، ولا كيعطيهم الأقوال وشنو وقع تما. في التواخير ما صدقوهش، قالوا له نتايا شتي هادشي في ديك الجزيرة وشتي البنان في وسط البحر والقرد كياكل البنان ما تيقوش. هو ولا كيبكي وما عجبوش الحال ملي قالوا له ما صدقناكش هادشي اللي كتقول، ولا كيدوي معاهم من نيتو. حتى لهنا كنكون وصلت النهاية ديال الفيديو. لو وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش تابونا عندي وتخلي واحد لايك باش يوصلك كل جديد.